السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. يتداول مقطع لأحد من شبابنا وهو في مركز منفذ السعودية، دفع 700 ريال عمانة، أي بمعنى 7000 ريال سعودي، مخالفات رادارات. قد يكون هذه متراكمات عليه. لماذا لا يتم ربط بين عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة مثل ما تم ربط بين عمان ودولة الإمارات العربية الشقيقة، أن كل واحد يدفع في بلده؟ أما أني أفاجئ هذا الشخص العماني أو السعودي أو الكويتي أو غيره أن عليك مخالفات وادفع في سلطنة عمان أو ادفع في السعودية، صعبة. 700 ريال وين أجيب من 700 ريال في ذيك اللحظة؟ ريال عماني وين؟ أو 1000 ريال، يمكن 2000 ريال، خاصة الإخوان الحين عاد بالجمهور العماني بيزحف إلى البصرة. فأرجو مراعاة هذا الموضوع، وأرجو التدخل من اللجنة المشتركة بين حكومة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في حل في هذا الموضوع. رسلوا المخالفات إلى سلطنة عمان، وإحنا إن شاء الله بيدفعوا الشباب اللي عليهم. أما أنك تدفع بالمركز الحدودي، أنا أقول لكم صعب. الله يعين هذا الإنسان اللي دفع يعني 700 ريال، والله صعبة. قد يكون واحد يطلع لك 1000 ريال، لأن هذا شيء تفاجئوا، مفاجأة صارت لهم. فأرجو من الأخوة القائمين حول ذا الموضوع البت في ذا الموضوع، وأعرفوا أنه ما بيقصروا. حقيقة أنا أعرف ما يقصروا، حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة ما بيقصروا. جزاكم الله خير.